يهوي في النيران خلق من الجن أو الإنسان ولا حلا عند أولي الكفران كفر من الفسق أو العصيان لكن هوى النفس يكون مهلكا لكل من لعقله تملكا لقد أتى في الأثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الإمام الخليلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول رجل هو من الأحياء الآن ممن أدركوا الإمام الخليلي لا يزال حيا، يقول أتيت من منطقته تبعد يعني 300 كيلو أو 200 كيلو تقريبا عن عاصمة الإمامة نزوة. جاء ليشكو حاجته لإمام المسلمين، فأعطاه الإمام مما تيسر. قال وفي نفسي رغبة في الازدياد، بقيت حتى الغداء، ووضع الغداء للضيوف والحاضرين ودعيت للحضور معهم، ثم رأيت الإمام قد صعد إلى غرفته، فقلت لعل غداء الإمام أحسن من غدائنا، سألحق الإمام لأتناول من غداء الإمام. يقول فتسللت حتى أتيت غرفة الإمام، ولما رأيت الإمام على طبق غدائه قف شعري مما رأيت إمام المسلمين يتناول تمرا جافا يابسا، كان ذاك هو غداؤه، تمرا جافا يابسا. فإمام المسلمين وحاكم الأمة في ذلك الوقت، بينما الرعية تحت كانت تهنى فيما هي فيه.